احسن 5 قتالات في عالم الانمي واقرب لقلبي واكتر قتالات احب اشوفها في اي وقت، واي فيديو ليهم اشوفه على اليوتيوب او في اي مكان احب اتفرج عليه. احسن 5 قتالات اتبنى لهم واتعمل لهم شخصيه كده من قبلهم. في قتالات اتبنت في 5 و6 و10 حلقات، وفي قتالات اتبنت في 500 حلقه عادي. بس احب اقول لك ان القتال كان يستاهل البناء ده، ولو انت ما شفتش اي انمي من الانميات دي فاتمنى تشوفه عشان خاطر بس توصل للقتال ده وتبقى اتبنى لك صح، انك تشوف معركه من افخم معارك عالم الانمي. بالنسبه لي اختصرتهم في 5 معارك، بالنسبه لي هم اقرب 5 معارك لقلبي. في معارك تانية ممكن اعمل جزء تاني اقول في معارك تانية، ده اكيد. حاولت اختصر 5 معارك، ما حاولش اكرر من انميات، كل انمي اختار منه معركه واحده، معركه من انمي مختلف عن التاني، وان شاء الله اعمل جزء تاني لو عجبكم الجزء ده. يلا بينا. رقم 5، واحد من اعظم القتالات في عالم الانمي، والانمي الاقرب لقلبي والاندر ريتد بالنسبه لي، هو انمي وان بانش مان. قتال سايتاما ضد بروس في الجزء الاول، واحد من افخم القتالات في عالم الانمي. القتال ده اتبنى له طول ال10 حلقات اللي كانوا قبلهم، ان سايتاما كل مشكلته انه بيغلب كل الاشرار اللي بيواجههم من ضربه واحده. تخيل كده، حاسس بملل طول الوقت، اشرار بيقابلهم هي ضربه وبيخلص المعركه. ده كان عامل لنا احنا استفزاز، ان احنا عايزين نشوفه بيقاتل، عايزين نشوفه بيكمل معركه شويه بس لقدام. فده اللي خلى القتال ده متبني له بطريقه جميله قوي، مش قادر اشوف اساسا قتال تاني بالمتعه دي. بروس من اول ظهوره شخصيه باين عليها الفخامه بطريقه غير طبيعيه، باين عليها البناء ان هي شبه شخصيات دراجون بول اصلا. فداخله الارض لمجرد ان هو اتقال له انه هيلاقي منافس ليه على الارض، جاي من الاخر كده، جاي يا رب خناقه، انا جاي اتخانق مع حد عشان اشوف متعه المعارك تاني. من اول دخول سايتاما بشكل جسمه بطريقته، عايز اقول لك الدخله لوحدها كانت فخامه. انا كنت متابع الانمي ده حلقه بحلقه من اول نزوله. حابب اقول لك ان في الوقت ده احنا كنا مبهورين. استوديو ماد هاوس هو اللي كان انتج الانمي ده في الجزء الاول. حابب اقول لك انه ابهرنا بكل حاجه. الساوند تراك بتاعته كانت جميله قوي، الدخله بتاعت سايتاما، الحوار اللي حصل في القتال، صورة سايتاما هو بيقول اوكي، شكله ده الصورة دي، عايز اقول لك ان الفيس كله كان حاطط الصورة بتاعت سايتاما وهو بيقول اوكي. المعركة نفسها كان فيها قتالات غير طبيعية. بروس استعمل كل القوة اللي ممكن يستعملها اي شخصية كانت في مكانه، وكل مدى كل ما كان فعلا قوته بتزيد، بالضربات، بقوته، بالتجدد اللي كان عنده. لما اكتشف ان كل القوة دي مش جايبة حاجة مع سايتاما، قرر يوصل للليميت بتاعه اللي هو بيأثر في عمره اساسا، ويستعمل قوة غير طبيعية، والقوة دي اللي خلاه يخبط رجل يوصل سايتاما لحد القمر. واحدة من افخم اللحظات في عالم الانمي هو وجود سايتاما على سطح القمر، واول ما سايتاما بيوصل وبيقعد يقوس الجاذبية علشان خايف يدمر القمر، وفي نفس الوقت خايف يخترق الارض من جوه. انت متخيل الحسبة اللي كان بيعملها في دماغه؟ حاجة كده. واحدة من افخم القتالات بجد، انا بعشق القتال ده. نطت سايتاما من على القمر للارض، واحده من افخم اللحظات. وفي الاخر وبروس بيقول له ان انت فعلا ما استعملتش قوتك كامله، وان انت ما تعاملتش مع القتال ده بجديه من الاول. حاجه كده تعرفك قد ايه الانمي ده هو بيتكلم فعلا عن الاوفر باور والقوه، وقد ايه سايتاما ده شخصيه من الشخصيات الجميله في عالم الانمي. انا استمتعت جدا بالقتال ده، كل لحظه فيه كانت بالنسبه لي ممتعه، وبحب اعيده كل فتره، فبالنسبه لي حطيته رقم 5. المركز الرابع، نيجي بقى على الواقعيه والجمال والدلال، حاجه كده ملهاش علاقه بالاوفر باور. قتال من انمي رياضي، وهو بالنسبه لي افخم قتال في انمي رياضه حصل، هو قتال تاكاموري ضد هوك من انمي هاجمي نو ايبو. واحد من احسن الماتشات اللي شفتها، وماتش فعلا اتبنى له بطريقه غير طبيعيه. الاول تاكاموري كان مبني في الانمي انه شخص ملاكم خارق غير طبيعي، لدرجه انه في الجزء الاول اتنافس مع دب وقدر يضرب الدب والدب خاف منه. فعايز اقول لك انك بتتكلم عن شخص غير طبيعي، اتبنى لنا ان هو خارق. وكان كل مشاكله في الجزء الاول ان هو بيضطر انه ينزل وزنه، وبيعمل حمية قاسية جدا عشان خاطر يقدر يدخل ماتشات في وزن اقل ووزن خفيف. بالنسبة لنا ان هو لما بدأ يوصل لوزنه الطبيعي ويعمل ماتشات في وزنه الطبيعي، بالنسبة لنا يعتبر تاكاموري ما كانش ليه منافس. وكان على فكرة عقليتنا وانا بتفرج ان انا مش متخيل ان هو يظهر له منافس اصلا، فخلاص كان كل التركيز على بطل الانمي اللي هو ايبو، فما كناش بنبص لتاكاموري غير انه هو شخص خارق للطبيعه. لحد ما ظهر هوك المقاتل الامريكي، جاي من امريكا لليابان عشان خاطر يلاعب تاكاموري. الماتش في الاول يبان في بدايه اللقاء الصحفي بينهم تاكاموري كان محترمه، ودي كانت مفاجاه بالنسبه لي. عايز اقول لك ان هوك اظهر عدم احترام لليابان، وده كله اللي هي شخصيه تاكاموري اصلا طول الحلقات اللي فاتت ظهرت بقى زيها ولعن في هوك ده. هوك ده ظهر شخصيه
بنت لذين، بعيد عن انه هان اليابان كلها وهانوا، وبقت الصراع بين اليابان وامريكا، صراع بينهم هما الاثنين على مين اللي هيكسب. فده خلى الماتش اساسا ممتع اساسا، وانت معاك دلوقتي انت بتشجع اليابان، منتخبنا الوطني دلوقتي لازم يكسب. تخيل بقى صراع بين تاكاموري وهوك. الماتش ده كان فيه كل تفصيلة حلو. هوك طبعا مقاتل مجنون. انا عايز اقول لك ان الشخصيه اللي ظهرت اللي كانت شبه ابراموفيتش في انمي بلو لوك كانت متاخده من هوك ده بنفس الستايل، بنفس تطليعه اللسان، بكل حاجه. كاموري في الماتش ده وصل للليميت اللي احنا ما كناش متخيلين انه هيوصل، لاننا دايما عارفين ان هو اقوى واحد، وهو برضه لما هيوصل لوزنه ده هيكون اقوى. فالقتال ده خلانا نشوفه بشكل تاني خالص. مجنون، اغمى عليه في اكتر من مره، واقع مش قادر يجاري. القتال ده وراني نوع تاني من الانميات الرياضيه، نوع فيه قتالات تخليني فعلا انميات الشونين العاديه ما وصلتلوش. احداث المباراه نفسها كانت رائعه، ان هوك بيوصل لاقوى اجزاء من القتال ويبقى خلاص هيغلب تاكاموري، وفي نفس الوقت تاكاموري رافض انه يستسلم وبيقاتل. القتال ده حسسك فعلا بكل حاجه وكل المشاعر اللي كان الانمي بناها لك طول الاجزاء اللي فاتت. فبالنسبه لي ده واحد من افخم القتالات. اتمنى لو ما شفتش الانمي تشوفه عشان خاطر القتال ده، او قتالات تانية كتير كانت ممتعه، بس بالنسبه لي ده واحد من اعظم القتالات في عالم الانمي. رقم 3 نيجي بقى للقوى الخارقه والانميات اللي بيتبنى لها بال 300 حلقه، هو قتال لوفي ضد كايدو. واحد من احسن القتالات اللي ممكن نشوفها. لوفي عمل معارك كتير حلوه ومعارك كتير اتبنى لها، ويمكن معركه كاتكوري من المعارك اللي الناس كلها بتحبها، بس معركته ضد كايدو هو خد كل الخبرات اللي اكتسبها في كل المعارك اللي قبل كده، حتى اتعلم من كاتكوري هاكي التنبؤ خلاها اقوى ووصل لليفل اعلى، واتعلم في ارك وانو نوع جديد من الهاكي اللي هو الريو، سموه الريو. خلى كل ده مبني لها ان دي مواجهه اسطوريه. كايدو اقوى وحش في وان بيس، الشخصيه اللي انا لحد دلوقتي لو ظهروها وقللوا منها في اي وقت انا هوقف وان بيس. شخصيه مبنيه ان هي اقوى شخصيه فعلا، وهي فعلا تستاهل تكون اقوى وحش. واجهة لوفي ليه ودخوله من اول دخوله ومواجهته ليه هو البيج مام في اول الارك، ومعركته من قبل ما يوصل للجيل الخامس كمان كانت معركة ممتعة. ومن بعد كده التحول الاسطوري للجيل الخامس، لوفي الفاني، لوفي اللي بيهزر بقى في التحول الجيل الخامس، كان تحول كوميدي وناس كتير ما كانتش راضية عنه، لان احنا متعودين التحول البطل بيبقى تحول جاد وشكله مرعب، بس التحول ده كان انسب تحول للوفي. لوفي اللي طول الوقت كان بيتريق على خصومه وكان بيطلع الجانب الكوميدي منهم، طبعا مش هينفع يطلع جانب كوميدي من كايدو، فخلوا الدنيا كلها تعتبر جانب كوميدي. حول العالم كله العالم كرتون، وبدأ يلعب بكايدو في معركة من أفخم المعارك. عايز أقول لك إن اللحظة اللي البرق نزل كده ولوفي مسك البرق بإيده وضرب بيه كايدو، واحدة من أحسن الأنيميشن اللي أنا شفته. الرسم بتاع المعركة دي فعلا يستاهل إن هو يتقال عليه خرافي. لو أنت بتحبش وان بيس، أحب أقول لك إن أنت لو شفت القتال ده هتبقى مستغرب، هتبقى بتقول هو وان بيس ده ايه، وازاي يجيبوا شخصيه كرتونيه كده في الانمي ويتريقوا عليه. بس حابب اقول لك ان الشخصيه دي اتبنى لها طول الالف حلقه، ان هو لوفي هيكون الشخصيه الساخره، مش شخصيه البطل التقليدي اللي تحوله جد الشكل المرعب اللي احنا متعودين عليه. فعشان كده المعركه دي بالنسبه لي هي معركه بناء لكل الاحداث اللي حصلت في وان بيس، كل الشخصيات وكل اللي حصل اتكون في لوفي في المعركه دي، وفعلا معركه تستاهل الفخامه. وكايدو ما كانش ينفع يخسر غير بالطريقه دي، او بيخسر بتحول غير بتحول بالنوع ده اللي يبين فعلا ان العالم كله اتغير عشان كايدو يخسر. معركة كل تفاصيلها قوية، استعمال كايدو للهاكي في الآخر، ونقول إن زمان ما كانش في اعتماد على فواكه الشيطان زي دلوقتي، أنا بالهاكي بس أقدر أكسب. وده طبعا كانت لحظة ملحمية، ولولا إن لوفي وصل فعلا لليفل مش طبيعي ما كانش عمره قدر ينافس كايدو في المعركة دي. معركة قوية، وان بيس طبعا ملوش حل. المعركة دي بالنسبة لي من أفخم المعارك اللي حصلت، عشان كده حطيتها في المركز التاني. نيجي بقى للمركز التاني، الانمي اللي اتبنى له والمعركة اللي اتبنى لها في أكتر من 700 حلقة وهو 10 أفلام، معركة ناروتو ضد ساسكي. المعركة اللي احنا فضلنا مستنيينها سنين ومكناش متخيلين في الآخر إنها تحصل. المعركة دي بالنسبة لي برضو اتبنى لها طبعا طول الحلقات، ووصلت في الآخر إن بقى صراع الخير ضد الشر. عايز أقول لك بقى في المعركة دي، مع اعتراض ناس كتير، ان ناروتو وساسكي وصلوا لسقف القوة في عالم ناروتو،
في الوقت ده كان ناروتو معاه كل القوة اللي ممكن يتخيلها وممكن كنا نشوفه بيها، في نفس الوقت ساسكي كان واصل اللي هو بحاله. وعايز أأكد لك برضو إن ساسكي في الألتيميت سيسانو اللي نفذه في آخر الأنمي هو أقوى سيسانو ظهر في عالم أنمي ناروتو. حتى برضو مواجهة ناروتو ليه واستعماله لقوته واستعماله مهارات جديدة كمان ما كناش شفناها قبل كده، خلى المعركة دي طبعا كقتال ملوش حل. الجانب الانساني والجانب اللي اتبنى له طول المعارك اللي فاتت خلانا متعلقين بالمعركه اكتر، سواء الذكريات ودخول ناروتو من الاول وساسكي بشكلهم الصغير ويقعدوا يكبروا في السن لحد ما يوصلوا للسن اللي حصل في المعركه. قتال فعلا يليق بنهايه انمي خرافي زي ده. ففعلا بالنسبه لي قتال ما خدش حقه. وبرضه في النهايه ساسكي وناروتو كانوا وصلوا لسقف القوه في عالم انمي مبني بطريقه خرافيه. فبالنسبه لي كان ان اشوف مهارات جديده منهم واشوف قوه مش طبيعيه منهم، هو ده القتال اللي انا فعلا كنت مستنيه. قتال ما فيهوش لحظه ملل، او انت ما شفتش ناروتو فانت لازم تشوفه، عشان في الاخر طول ما انت بتتفرج انت مستني المعركه دي، طول ما انت بتتفرج على ناروتو انت مستني تشوفهم الاتنين ضد بعض ايه اللي هيحصل. فبالنسبه لي ده واحد من افخم المعارك. اتمنى تقول له رايك عنه في الكومنتات، عشان احنا دلوقتي وصلنا الرقم 1 في عالم الانمي. القتال الاقوى في عالم الانمي، القتال بالنسبه لي ملوش منافس، والوحيد اللي مش هقبل حد يقول لي ان هو ده ما ينفعش يبقى في المركز ده ونحط حاجه تاني، هو قتال جوجو ضد جيري. واحد من اقوى القتالات اللي انا شفتها واللي انا بحبها في عالم الانمي. انا بعد تحول جوجو للسوبر ساين واحد ما كنتش متخيل ان هيجي تحول هيبهرني زي السوبر ساين واحد. يعني اللي هو لما تحول ضد فريزر ده واحد من افخم تحول حصل في عالم الانمي. بس التحول بقى اللي ابهرني وعدى التحول ده هو تحول جوجو للغريزه الفائقه. معركه جوجو ضد جيرين في الاول جوجو استعمل سوبر ساين بلو مع كايوكين اكس 20 علشان بس ينافس جيرين وما كانش عارف ينافسه. بعد كده يستعمل اقوى ضربه عنده عشان يقدر يأثر على جيرين والضربه دي ترجع عليه وجوجو يختفي. تخيل اتفاجئنا ان جوجو اختفى وقلنا ان جوجو خلاص كده مات وانتهى امره. وطبعا احنا عارفين انه بيرجع، بس بالنسبه لنا جوجو كده انتهى. رجوع بقى جوجو تاني بالشخصيه الجديده بقوه الغريزه الفائقه واحد من احسن الدخلات اللي حصلت. الموسيقى اللي اشتغلت في الانمي في الوقت ده واحده من احسن الموسيقى اللي انا بحبها في عالم الانمي. دخلت جوجو وان الشخصيات التانية بتبدا تهجم عليه، وجوجو كل اللي بيحصل ان جسمه بيتحرك من غير عقله، من غير شكل جوجو الفاني او جوجو اللي احنا متعودين عليه. فدي كانت واحدة من الفخامة اللي حصل. شكل التحول نفسه والطاقة طالعة من جوجو من حواليه، وشكل شعره لونه ما اتغيرش زي ما الناس بتتريق، كان مدي فخامة للتحول نفسه مش طبيعية. خلى معركة جوجو وجيرين في البداية معركة فخمة، ولما جوجو خسر برضه قوته لأن كان أول مرة يتحولها خلتنا نسأل شوية. بعد كده عدينا كذا حلقة وجا بقى المعركة النهائية اللي ما عادش فاضل غيرهم. المعركة اللي حصلت تحول جوجو تاني للغريزة الفائقة وتطوره طول ما هو بيقاتل. القتال ده كل حاجة فيه كانت مبنية حلوة أوي، وكل حاجة اتعملت صح. الموسيقى، القتال، تحول جوجو، فجأة جوجو يستعمل قوته ضربة، هو وجيرين بيستعملوا قوة كبيرة اللي هو كفاية إنها تدمر كون كامل. القوة دي وتحول جوجو للشعر الفضي الكامل وضربه لجيرين، وتحول جيرين لقوة زيادة اللي جيرين ما كانش محتاج يزود قوته لأنه بالنسبة للكون ال11 اللي هو منه هو كان أقوى شخصية، فكان دايما وصل لسقف القوة عنده. جيرين نفسه كسر حدوده وصل لقوة أكبر. معركة أكوان الكون اللي هيخسر هيتمحى، فده بيخلي عندهم سبب إن هم يوصلوا لأقصى حاجة عندهم. وبعد كده مع انتهاء المعركة يجي بقى والاتنين خاسرين قوتهم، يجي التعاون الأسطوري بين جوجو وفريزر. التعاون ده مش هيحسه غير اللي شاف دراجون بول زمان، ما كانش يتخيل إن ده ممكن يحصل في يوم، ان الاتنين يتعاونوا ضد شخص وبتحولهم الاول اللي هو فريزر بالشكل العادي وجوجو بشكل السوبر ساين واحد. قتال مع جيرين كان واحد من احلى الحاجات اللي حصلت، والنهايه واحده من افخم النهايات. احب اقول لك ان القتال ده بكل متعته لو انت حتى ما شفتش دراجون بول، مجرد انك تعرف ان في معركه اكوان بين الشخصيتين دول هيستعملوا اقصى قوه عندهم، فانت حتى مش مضطر تبقى متفرج، انت مجرد ما تشوف القتال كامل على بعضه فانت بتتفرج على واحد من افخم المعارك. اتمنى تشوفه وتقول لي رايك في الكومنتات، واتمنى تشوف المعارك دي، ولو ما شفتش انمي منهم اتمنى تشوفه، لان فعلا لو انمي فيهم انت ما شفتوش فعايز اقول لك انك مفوت معارك كتيره فيه لحد ما توصل للمعركه دي اللي انا شايفها هتبهرك في عالم الانمي فعلا وهتقربك ليه. اتمنى تشوفه وتقول له رايك في الكومنتات. لو عايز جزء تاني لان في معارك تانية كتير حلوه برضو اتمنى برضو تقول لي عليها وتقول لي اعمل جزء تاني. اتمنى تتابعني. انا احمد سعده ودي قناه ايجي انمي ما قالش. متنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب. اشوفك في فيديو تاني.